ودلوقتي هنشوف يوسف في مشهد تمثيلي من فيلم معبود الجماهير كتبه بنفسه وهيمثله مع الفنان فؤاد المهندس. أنا مندهش، أنا مذهول. إزاي سهير تعمل كده؟ أصلك مش عارف يا زغلول، أنا اللي كنت عايش في وهم كبير. زمان كنت بقول لنفسي أنا فين وسهير فين، لكن هي اللي جات لي يا زغلول، هي اللي قالت لي أنا بحبك. دي عزمتني عندها في البيت، عملت لي شاي، أنا أكلت معاها عيش وبرجر يا زغلول، ده غير سلطة المايونيز. مثلت عليا وخدعتني لغاية ما خلتني أصدق إن النجمة العظيمة نزلت لمستوى الكومبارس اللي زيي. ما تقولش كده يا إبراهيم، أنت مش أقل منها. كونك ما خدتش فرصتك لحد دلوقتي دي مسألة تانية. المهم نويت على إيه؟ اسمع يا زغلول، أنا حياتي في المزيكا، أنا لازم أكافح وأشق طريقي. أنا هعمل فيديو كليب بيكسر الدنيا عشان أثبت للست دي وللناس كلها إن أنا مش صغير، وإني جدير بأحسن منها 1000 مرة. ده أنا مشترك في برنامج العندليب من يكون، والناس حباني وربنا كرمني آخر كرم يا زغلول. خدت أعلى نسبة في التصويت. يا ناس، يا جمهور، يا حبايبي، ساعدوني، وقفوا معي ضد سهير، صوتولي. يوسف كيوان من الأردن، رقمي 6. وإن شاء الله هجتهد وهنجح في البرنامج وأمثل مع العدل جروب مسلسل عبد الحليم. ساعتها مش هبقى جدير بسهير وبس، لا، ده أنا هبقى جدير بشاكيرا. احسنت يا يوسف. انا شايفه لجنه التحكيم كلهم بيضحكوا. طيب نعرف رايهم دلوقتي والدرجات اللي انت خدتها. مستعد؟ دكتور مدحت. انا معجب بيه جدا النهارده الحقيقه، هايل 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 بجد يعني. لا، لان عنده سنس اوف هيومر عالي ومثل بكذا طريقه، فظهر موهوب وجميل. انا بديله 8.5 النهارده. 8.50 من دكتور مدحت ليوسف.